عندنا أمر الله يبارك فيكم يتعلق بنون التوكيد الخفيفة. العرب كانوا يستعملون نونين لتوكيد الكلام. يعني مثلا إذا أراد أحدهم أن يأمر شخصا بالكتابة فالأصل أن يقول له اكتب. اكتب هذا فعل أمر. فإن أراد أن يأمر أمرا مؤكدا لأنه لمس من الطرف الآخر أنه يعني ليس فيه استجابة فيقول له اكتبن، فيزيد على الباء على اكتب نونا ساكنة. فإن وجد فيه تمردا وعدم استجابة يقول له اكتبن بنون مثقلة، نون مشددة تسمى نون التوكيد. التوكيد يعني التأكيد، التوكيد هو التأكيد، نون التوكيد الثقيلة. إذا عندنا نون التوكيد المثقلة التي هي نون مشددة، وعندنا نون التوكيد المخففة أو الخفيفة التي هي نون ساكنة. هذه نون التوكيد الخفيفة، اذهبا، اقرأن، افعلن، أي فعل كان، كانت العرب إذا وقفوا على فعل آخره نون توكيد خفيفة قلبوا هذه النون عند الوقف ألفا، هكذا عادتهم، وعاملوها معاملة تنوين النصب. فيقول الواحد مثلا اكتبن يا هذا، اكتبن يا هذا. فإن أراد أن يقف من غير كلمة يا هذا يقول اكتبا، اكتبا. قد يقول قائل إذا قال اكتبا فإنها تلتبس بالمثنى كأن هناك شخصين يأمرهما بالكتابة، اكتبا. الجواب أن الحال هو الذي يفرق، الحال هو الذي يفرق. من أمامي؟ أمامي شخص واحد، لما أقول له اكتبا سيفهم بأن، وهو عربي صحيح العروبة من حيث عروبة اللسان طبعا، فيفهم عليه بأن هذا تأكيد. لما أقول له اكتبا فيفهم بأنني آمره بالكتابة، لأنه ليس ثمة شخص آخر غيره، فيلتبس عندئذ المفرد بالمثنى. هذه نون التوكيد الخفيفة جاءت في القرآن العظيم في موضعين، وكتبت في المصحف الشريف على طريقة العرب التي ذكرتها لكم، كتبت على هيئة ألف التنوين. أما الموضع الأول فهو في سورة يوسف على لسان زليخة، قالت ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن بنون التوكيد المثقلة، وليسجنن وليكونن من الصاغرين. ليكونن ذكرتها بنون التوكيد الخفيفة. أما ما الفرق بين نون التوكيد الخفيفة والثقيلة ممكن ترجعوا إلى كتب التفسير وتروا لماذا استعملت زليخة نون التوكيد المثقلة في الأول والمخففة في الثاني. الذي يهمنا نحن أننا إن اضطررنا أن نقف على وليكونن، إن وقفنا عليها اضطرارا أو اختبارا نقف عليها بألف كما رسمت هكذا، ليسجنن وليكونا نقف عليها بألف. فإن وصلنا وليكونا من الصاغرين. والموضع الثاني قوله تعالى في سورة العلق كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية. لنسفعا نون توكيد خفيفة، فإن وقفنا عليها اضطرارا أو اختبارا وقفنا عليها بالألف، لنسفعا. هكذا وضع هاتين الكلمتين. هذا الكلام قاعدة لغوية. ابن مالك رحمه الله في ألفيته النحوية المشهورة، ألفية ابن مالك في النحو، يقول عن نون التوكيد الخفيفة وأبدلنها بعد فتح ألف وقفا كما تقول في قفا قفا. أعيد البيت: وأبدلنها أي نون التوكيد الخفيفة بعد فتح ألف وقفا، فبين الحالة التي تبدل فيها وهي حالة الوقف، ثم مثل فقال كما تقول في قفا قفا. نعم. نرى اللوحة التي عليها هذه المعلومات التي ذكرتها لكم، والتي نراها الآن تحت عنوان أمثلة على الوقف الاختباري أو الاضطراري. الوقف على نون التوكيد الخفيفة المكتوبة كتنوين النصب. والمثال الأول الذي نراه على اللوحة في سورة يوسف: وليكونا من الصاغرين.
انظروا يكونا كيف كتبت نون التوكيد على هيئة التنوين، فيوقف عليها ولا يكونا بألف. كذلك المثال الثاني الذي نراه أمامنا: لنسفعا بالناصية، كتبت نون التوكيد الخفيفة على هيئة ألف، فإن وقفنا عليها وقفنا لنسفعا. أعود فأقول هذا الوقف اضطراري أو اختباري، لا يتعمد، لأن الوقف عليه قبيح، لأن المعنى لم يكتمل. قال ابن مالك في ألفيته عن نون التوكيد الخفيفة: وأبدلنها بعد فتح ألفا وقفا كما تقول في قفا قفا.